وسلم. تذكرون أيام المدرسة كان عندك مدرسين يعلمونك، أليس كذلك؟ مدرس تعتبر صديقك قريب منك، صح؟ تمازحه، يمكن حتى يا أخي أستاذ ما كذاك يا أخي، أو تقول أستاذ يا أخي ما أوكي، عادي ما كان صديقي، صح؟ وفي بعض الأساتذة تشوفهم بعيد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات العامات من شر ما خلق اقرأوا المعوذات، جاء الأستاذ الفلاني اقرأوا المعوذات، صح؟ إذا في أستاذ له هيبة، أستاذ وسط بين هذا وذاك، صح؟ طيب عندما يأتي الأستاذ الذي هو ذا هيبة، كيف تجلس في الصف؟ كأنك متوضي وتخاف ان الوضوء هذا ينتقض، ما كذاك؟ ويوم تشوفه جاي صوبك ايش تسوي؟ وغيابي وشيبي، هين جاي ذا ويوم يخطف عنك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والعمل بطاعته تطيب الحياة، الحمد لله 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 الحمد لله. لأن ايش؟ اخطف وروح. ما كذاك؟ صح، هذا الحاصل. أنا أذكر في الصف جاني أستاذ من الغرنديزر، جاي يضرب فلان، كيف؟ قال أنا جالس كذا، قال افتح يدينك. قلت له أستاذ، قال افتح لي يدينك. أستاذ زين، يعني في ناس تسامح، قل لك افتح يدينك. قلت له اصنع ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سامحني. قال يا ولد من هين جبت هذه؟ قل له كتاب الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه من القرآن الكريم. سامح الأستاذ. شفت حتى القرآن سلاح يساعد. ما أقول مرات، لا تقول مرات على القرآن، كل حين يساعد القرآن الكريم. فروح عني فأبهت المعلم. صلوا على محمد. الذي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أرجع إلى مثال المعلم، والمعلم الصديق عندما يدخل الصف أنت بردا وسلاما، ما كذاك؟ الحمد لله كنا أبوي هذا عادي، حتى تشوف ذاك اليوم الانتشاط أستاذ أنا وأنا ليش؟ في هناك أريحية. لكن هذاك طيب